أعلنت قناة الحوار التونسي عن بث برنامج جديد بداية من الأحد 28 أفريل 2024، وهو بمثابة برنامج ترفيهي جديد بعنوان سيدي موش، بتقديم مشترك بين ياسين بن قمرة ومريم الدباغ، حيث يتم بثه أسبوعيا. وقد نشرت القناة مقطع فيديو إعلان تسويقي للبرنامج يظهر فيه في البداية الممثل ياسين بن قمرة، ثم في نهاية الفيديو تكشف مريم الدباغ الكاميرا عن وجهها. وكشفت مصادر خاصة من قناة الحوار التونسي أن البرنامج الجديد سيتم بثه في توقيت برنامج الوحش برو ماكس الذي ينشطه سمير الوافي، والذي سيتم بدوره بثه كل يوم خميس عوضا عن يوم الأحد، الذي سوف يبث فيه هذا البرنامج الجديد بعنوان سيدي موش. وللتذكير فإنه تم مؤخرا الاستغناء عن خدمات مقدم برنامج جودي 2 أمين قارة بسبب خلاف بينه وبين مالك القناة سامي الفهري، على إثر عدم حصول أمين قارة على مستحقاته المالية لعدة أشهر متتالية، مما جعل الفهري ينزعج منه ويقرر استبعاده من القناة في خطوة لم يكن أمين قارة ينتظرها. ومن جهته ورغم كل ما تردد في الأوساط الإعلامية، إلا أن أمين قارة اختار الصمت وعدم الرد عن مسألة خروجه من القناة، لكنه دائما ما كان يلمح عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه لم يتحصل إلى حد الآن على أمواله. بالإضافة إلى أن الكرونيكور نجيب الدزيري كشف سابقا أن أمين قارة توجه إلى القضاء ورفع شكاية ضد قناة الحوار التونسي ومالكها سامي الفهري.